لدرس قاسي، وبيقول كل الكلام وكل ما بداخل اي اهلاوي مننا. بيجلد اللعيبه وبيعرفهم الامانه وبيعرفهم قله الامانه اللي هم بيتعاملوا بيها مع النادي الاهلي. يلا نشوف الفيديو ونرجع مع بعض بالسريع. انا عايزك تتكلم بكل صراحه. بصراحه النجوم اللي احنا تعاقدنا معاها او كل الفرقه، مش عايز اختص حد بعينه. نعم. لانه الكل مقصر بشكل كبير جدا. مفيش امانه مع النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. الامانه امانه العمل، امانه الشغل، امانه التركيز، امانه الاجتهاد. مفيش امانه بصراحه، لدرجه ان انا يعني بقيت اقول هو الناس دي مش عارفه فانيله النادي الاهلي، مش عارفه طبع جمهور النادي الاهلي، مش عارفه تاريخ النادي الاهلي. كل مره بنطلب ان الجمهور بنطلب منه الدعم. على فكره الجمهور طول الوقت داعم. طب رد الفعل الى الان رد الفعل اصفار. الى الان رد الفعل بالسلب. يعني انت ممكن تتغلب في الماتش، لكن هل قاتلت؟ هل لعبت الاخر دقيقه؟ هل كل الحاجات دي ده مش موجود دلوقتي. على ارض الواقع مش موجود. نعم. احنا بنشوف فرديه، بنشوف انانيه، بنشوف تكاسل، بنشوف ردة فعل بليده لاقصى درجه. عمر ما كان انت داخل فيك امبارح الجون في الدقيقه 63. ايه ردة الفعل دي؟ ايه ردة الفعل اللي بتقول ان انت اول مره جمهور النادي الاهلي بقى قاعد وفاقد الثقه فيك انك ترجع؟ نعم. ازاي ما كانتش بتبقى موجوده؟ رده الفعل مش موجوده لانك انت دماغك مش معانا. امانتك الاحترافيه مش معانا. انت ممكن تبقى نجم، لا انا مش عايزك نجم، انا عايزك محترف. نعم. انا عايزك محترف، والمحترف هو اللي يعرف معنى العمل. انت مش من ضمن الانديه اللي بتسمع اخبار عنها اللعيبه تطالب من المستحقات، اللعيبه تطالب ان انت طول الوقت اللي بقينا نقراه دلوقتي اللعيبه تطالب بزياده المستحقات. نعم. اللعيبه تطالب بزياده المستحقات، اللعيبه تطالب بالتعديل، اللعيبه انت بتطلب بناء على ايه؟ رد فعل النادي تجاهك هيبقى ايه؟ وبعدين انت فاهم انه النادي الاهلي ما عندوش ردود فعل كاداره. عنده ردود فعل قويه جدا. انت مغير 2 اجانب في 4 شهور. وسيادتك بتطالب كمان بتعديل مواعيد التمرين. بتكلم عن رد فعل اللعيبه. رد فعلكم سيء، والمنظر مهين ليكوا. مهين ليكوا. ودعم الجمهور بالغضب هيبقى فيه دعم جمهور. نعم. بس انت يعني لازم تدي الجمهور ده حقه في الدعم اللي هو بيعمله. نعم. لان الجمهور بيشجعك تحت اي بند. طول الوقت احنا عايزين الدعم، احنا بنثقل على الجمهور، واحنا رد فعل لعيبتنا سيء جدا. فلازم يكون في امانه في التعامل مع كره القدم. وكره القدم داخل النادي الاهلي. نعم. كره القدم داخل النادي الاهلي. مش عايز اطلع واحد اقول اصل امبارح كان كويس والباقي وحش. اصل الماتش اللي قبليه كان واحد. لا، هي بتعم على الكل. بتعم على الكل. انا قلت في الفيديو شفنا كابتن ضياء السيد مشكورا وهو بيجلد اللعيبه وبيجلدها كويس كمان، وبيقول كلام محدش. احمد شوبير على قناه النادي الاهلي. نقول لكم ما تنساش اللايك والصلاه على النبي في تعليق، والسلام عليكم.